بص بقى، هي باينه وصريحه، اهلاوي قبل زملكاوي. باينه قوي ان اللي هيكسب الماتش ده ان النادي الاهلي هو اللي هيكسب، لاسباب كتيره جدا. طبعا انتوا عارفين موضوع الاستقرار الاداري والمادي والجماهير وغيره وغيره من حاجات كتير جدا. الاهلي متفوق فيها على الزمالك، لكن هي الفكره كلها ان اوسوريو المدير الفني بتاع الزمالك حب يعمل فيها يعني جوارديولا. وانا يعني مش ده اللي يتعمل مع الاهلي. الاهلي عنده اكتر حاجه قويه ومميزه فيه هي خط الوسط. فانت رايح تفضله خط الوسط؟ يعني انت رايح تفضي خط الوسط واللي النادي الاهلي اصلا مميز فيه، انت تروح تعمل معاه كده؟ ده كمان الاهلي عنده غيابات، يعني مروان عطية ابوه مات الصبح الله يرحمه، وعندك اليو دنج كان ممكن ما يلعبش بسبب الايقاف اللي كان عليه، وعندك عمرو السولية مصاب، وعندك اكرم توفيق ربنا يشفيه بيلعب برضه في المكان ده. فانت عندك اصلا نص ملعب ضعيف، فانت راح تفضله نص الملعب بتريح الاهلي؟ ده انت لو قاصد تخسر مش هتعمل كده. فانا في اعتقادي ان الزمالك مش هيفوق من الغيبوبة اللي هو دخل فيها دي غير بعد 10 سنين كمان. ولا ده 10 سنين ده لو هو دلوقتي بيخطط انه يطلع من المحنة دي. تخيل بقى، عشان بيخطط دلوقتي انه يطلع من المحنة دي عايز له 10 سنين بس يفوق من الغيبوبة. طبعا انتوا عارفين ان في سمسارة وامام عاشور، واللي بيحصل من ورا امام عاشور، والعقد بتاعه ما تأيدش وما تسجلش في الاتحاد الكوره، ما توثقش. فباين قوي، باين قوي ان اللعب اللي من تحت الترابيزه هو اللي عامل مشاكل. وبعدين معلش يعني الاستاذ الموسيقار رايح الفيوم تصور واحد راجل بنا غلبان ولا عارف يقرا ولا يكتب، تصوروا ان هو ده متعاقد مع النادي الاهلي؟ متعاقد، يعني مش واحد بيعمل اعمال سحر للنادي الاهلي، لا ده متعاقد يعني عامل عقد. هو مش بعيد يقول لك ده برعايه شركه فلان. يا عم مش للدرجه دي، مش للدرجه دي. عدلي القيعي هو اللي بيقبضه كل شهر. طب الاهلي بيكسب بالسحر، طب وانت في افريقيا بتعمل ايه؟ يعني الزمالك في افريقيا انت بعيد عن الاهلي، اهو ما بتلعبش الاهلي اهو، بتلعب الوداد، بتلعب الرجاء، بتلعب صن داونز، بتلعب اي فريق. مال الاهلي بقى هو اللي خسرك؟ هو اللي خسرك قدام بيترو اتلتيكو؟ هو اللي خسرك قدام سجرادا الكونغولي دوت؟ انت اتغلبت من فرق ما شافتش يعني ايه مكسب، ما تعرفش يعني ايه افريقيا، انت حصاله في كل مجموعه. فيعني انا شايف بصراحه يعني ان حته الحجج بتاعت السحر والكلام ده كله، موجود السحر وموجود الاعمال وموجوده في كره القدم، وفي لعيبه كتير بتتعمل الحوارات ديت، لكن مش فريق هيفضل يكسب 43 دوري بالسحر. مش كل ما هنغلبك يبقى بالسحر بالسحر. فوقوا يا جدعان، فوقوا يرحمكم الله.